ازاي حسام حسن يرفع العلم بتاع الناس دي؟ على اي اساس كابتن حسام واقف يرفع العلم؟ ده الكلام اللي عمال ينتشر، والكلام اللي ناس كتير عماله تقوله بقالها يومين. تعال اقول لك كده، كابتن حسام حسن هيحصل معاه ايه النهارده لو لا قدر الله خسر ماتش الارجنتين؟ الايام الاخيره دي شهدت حمله غير مسبوقه، حمله شرسه جدا جدا جدا، ولاول مره اشوفها على مدرب مصري وطني. الراجل ده في كل مناسبة الأيام اللي فاتت مصر كانت بتكسب فيها أول علم كان بيرفعه كان علم مصر. ولكن في فيديوهات كتير انتشرت لإخواتنا في القطاع وهم بيشجعونا وهم عمالين يهتفوا مصر وحاطين شاشات كبيرة في كل، يعني أنا آسف اللي هقوله، فوق الأنقاض. حاطين شاشات فوق الأنقاض وقاعدين على الأرض يشجعوا منتخب مصر، وكل لما مصر تجيب جون كانوا يفرحوا ويحتفلوا في عز الأزمة اللي هم فيها. فأنا بكلمك دلوقتي أهو ككورة. كابتن حسام حسن طلع قال إيه؟ قال انا بشكر والله اخواتنا في القطاع ان هم في عز الازمه عملوا كده وواقفين يشجعونا وفرحانين بينا وفجاه كابتن حسام حسن قبلها كان رافع العلم بتاعهم. فقالوا بقى ازاي يرفع العلم؟ طبعا انا بتكلم على ناس كتير جدا كانت بتنتقده، وخصوصا اللي هي المواقع الاخباريه اللي خارج مصر، وهقول لك ايه هدفهم برضه. المهم بداوا ينتقدوه، وانت ايه اللي يدخلك؟ انت المفروض مدير فني لفريق كوره، مالك ومال السياسه؟ وليه ترفع علم بلد؟ وليه وليه وليه؟ فحسام حسن رد عليهم الرد اللي قلته لك، قال لهم لا والله انا بتكلم دلوقتي اهو ككوره، الناس دي شجعتنا فانا كنت بشكرهم ورفعت العلم بتاعهم كشكر ليهم. فبداوا كمان ينتقدوه يقولوا لا ده انت بتسيس الامور وانت بتتكلم في امور ليها علاقه بالسياسه وازاي ومش ازاي. فكابتن حسام هنا راح رد عليهم رد، يعني انا عجبني جدا، رد بتاع واحد مصري بجد. قال لهم انتوا هنا في البلد دي لما قطه بيحصل لها حاجه، ولا واحده مربيه جولدن، ولا مربيه لولو ولا شواوا بيحصل لها حاجه، بتقلبوا الدنيا. العالم ما بيسكتش، بتعملوا حملات تجمعوا لهم فلوس من العالم كله. كل ده عشان ايه؟ وجمعيات حقوق الحيوان بتتدخل وجمعيات، ومفيش حد بيسكت. ولكن لما ناس قاعدين في حالهم يحصل معاهم كده، انتوا ما بتتكلموش. محدش فيكم بيطلع ينتقد ولا يطلع يقول اخواتنا هناك في القطاع محتاجين ميه، محتاجين ابسط حقوقهم ان هم يناموا بسلام. ولكن انتوا ما بتعملوش كده. فده كان رد الحقيقه عبقري جدا من كابتن حسام. فاللي هيحصل ايه؟ ان هم دلوقتي متربصين له ومستنيين له غلطه. في الوقت نفسه القياده السياسيه نفسها في مصر متمثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان في افتتاح الاوكتاجون قال ايه؟ قال مفيش اي سلام تام ولا حتى هيحصل اي سلام بين الشعوب نفسها غير لما تضمن للناس دي امانها، غير لما تخلي للناس دي دولة بالحدود بتاعتها. وده رد القيادة نفسها في مصر. فكابتن حسام حسن ما بيقولش كمان رأيه الشخصي لوحده، ده رأي دولة كاملة. الشعب، الأطياف بتاعتها كلها، الحكومة، فريق الكور، يا جماعة كل الناس شايفة كده. كل الناس متعاطفة وشايفة ان دي قضيتها زي ما هي، يعني قضية الناس دي كمان. لا، البلد دي مصر شايفة ان قضية اخواتنا هي برضو قضيتها. فيا جماعة انتوا بتزايدوا على ايه وبتتكلموا ان كابتن حسام غلطان؟ فاللي هيحصل ايه؟ ان لو لا قدر الله خسر، انت هتشوف الصحف العالمية هتستلمه ازاي، وهيطلعوه في عينك ان هو غلطان ازاي، وهيتكلموا كوره. ليه؟ عشان يسلموك كابتن حسام، عشان يمهدوا لك الطريق انك تنتقده، وان هو غلط في كذا وكذا وكذا، مع ان الراجل ده وصلك لانجاز انت عمرك ما وصلت له قبل كده. اصل دور ال 16 ده انت عمرك، مع كامل احترامي وكلنا عارفين مش حاجه جديده، يعني منتخب مصر يا جماعه ما كانش بيحلم ان هو يتخطى المجموعات. احنا كنا بنتمنى دايما ان احنا بس نعدي المجموعات. انت عديت ووصلت ال 16، ودلوقتي انت اهو بقى عندك طموح انك تنافس وتكسب الارجنتين وتكمل. فانت الراجل ده يعمل لك ايه اكتر من كده؟ فلا، لا قدر الله، يعني لا قدر الله لا قدر الله ان احنا خسرنا ماتش الارجنتين، الراجل ده يشكر ويتكرم على الانجاز اللي هو وصلك ليه. باذن الله باذن الله باذن الله نكون بنكرمه واحنا واصلين لمكان اعلى من كده. ان شاء الله مصر تكسب النهارده، ان شاء الله يكون ماتش على الاقل يعني يليق بمنتخب مصر ويليق بالدوله بتاعتنا. باذن الله باذن الله نفرح كلنا وننام فرحانين، لان خد بالك الكوره دي هي الحاجه اللي بتفرح الناس، ده على مستوى العالم كله. ولكن عندنا هنا في مصر الموضوع زياده شويه. فان شاء الله نفرح كلنا، ويا رب يا رب فرح المصريين.